ازيكم يا جماعة، وكل سنة وانتم طيبين، واهلا بيكم مرة تانية في فيديو جديد على قناتكم فكر تكنولوجي. كتير منا بيتصور صور جميلة، لكن خلفية مكان التصوير بتبقى سيئة جدا، وبيبقى نفسنا نغيرها لأي باك جراوند أو خلفية تانية أفضل. النهاردة هقدم لكم شرح تفصيلي وبسيط لتغيير خلفية أي صورة والتعديل عليها بكل سهولة عن طريق برنامج الفوتوشوب وبأدوات بسيطة جدا. وده اللي هنشوفه بعد الفاصل القصير ده. في البداية بنفتح برنامج الفوتوشوب ونختار الصورة اللي احنا عايزين نعدل عليها أو نغير الخلفية بتاعتها. بيظهر لنا واجهة برنامج الفوتوشوب بالشكل دوت. لو لقينا واحنا بنفتح الصورة بعد ما حطيناها في برنامج الفوتوشوب ظاهر عليها علامة القفل اللي على الجانب الأيمن بالشكل دوت. لو حاولنا اللي احنا نقطع الخلفية البيضاء عن طريق الأداة اللي موجودة اللي هي الماجيك تول، تعتبر الأداة الرابعة من جهة اليمين. لو حاولنا ان احنا نقطع الخلفية البيضاء اللي موجودة ورا الصورة ديت، هيظهر لنا الصورة بشكل اسود، او الخلفية هتظهر بشكل اسود، واحنا مش عايزينها كده. احنا عايزين نقدر نحرك او نحدد الجسم نفسه وننقله لمكان تاني زي ما احنا هنشوف دلوقتي. لو انا حاولت اقطع الصورة على واللوك موجود او القفل موجود على الصورة، بعد ما حددتها هيبان بالشكل دوت، واحنا مش عايزينها بالشكل ده كده. يعني كأنك ما بتقطعش الصورة نفسها، وكتير بيقعوا في الغلطة ديت ومبيبقوش عارفين يعملوا ايه. هنشيل القفل من على الصورة، أهم شيء. طبعا بنلغي التحديد عشان نقدر نشيل القفل. بنشيل القفل بالشكل دوت. بعد كده هنرجع تاني نحدد بأداة الماجيك اللي احنا شفناها، ونعمل زرار كاتريل او كنترول اكس عشان خاطر نقطع الجزء اللي احنا حددناه بالاداة. زي ما احنا شايفين كده ظهر لنا المربعات الرصاص في ابيض، وده معناها ان انت كده بتحدد جزء معين من الصورة. آه، يعني بتنظف حوالين الصورة عشان خاطر تاخد جزء معين منها. زي ما احنا شايفين بنبتدي على الأجزاء اللي احنا مش عايزينها من الخلفية، بنبتدي نحدثها وندوس في كل مرة بنحدد فيها الجزء دوت. بندوس على كاترل اكس في لوحة المفاتيح، او كنترول اكس في لوحة المفاتيح على حسب التسمية. بنيجي طبعا كل الزيادات دي في الخلفية بنشيلها بالشكل دوت. كاترل اكس، اي زيادة بنشيلها. لو عايزين نرجع، لو احنا اتلخبطنا او اي شيء، بنضغط على كاترل زد في لوحة المفاتيح. لو غلطنا في مسح اي شيء او مسحنا الجسم نفسه او شيء احنا مش عايزينه يتمسح من الصورة. من فوق كده بنلاقي اداة الماجيك دي، بيكون ليها اوبشن من فوق تحكم. زي ما احنا شايفين الارقام ديت، بنقدر نتحكم في الحيز بتاع التحديد. كل ما بنقلله احيانا في الاماكن الصغيرة دي بيكون افضل عشان خاطر ما نقطعش اجزاء من الصورة نفسها اللي احنا عايزينها. بعد ما بنحدد الصورة ونبتدي نمسح منها الزيادات، زي ما احنا شايفين هنا كده ابتدى اخد من الجسم نفسه، فبرجع عن طريق كاتل زد. لو ما رجعتش معاك بتلاقي من الجانب الايمن بالشكل ده، هتلاقي الهيستوري، بتبتدي ترجع في الخطوات بتاعتك عشان خاطر تقطعها بشكل سليم. ويفضل في الاماكن الصغيره ديت ان انت تستخدم ال الاستيكه زي ما بيسموها، علشان خاطر تمسح الحاجات دي بدقه اكبر. بالذات طبعا، واصعب حاجه بتقابل اي حد بيشيل اي خلفيه هي جزء الشعر، بالذات لو الشعر يعني متبعصر بالشكل دوت في الصورة. طبعا ده بيبقى مشكلة وبيبقى باين جدا أثناء التعديل عليه. فاحنا بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نشيل الزيادات أو بواقي الخلفية القديمة بدون ما نبوظ شكل الصورة أو نغير ملامح الشخص اللي موجود في الصورة. بنشيل طبعا كل الزيادات اللي موجودة في الخلفية القديمة بالشكل ده. نحاول ما بين الشعر اللي احنا نشيل بواقي الخلفية
طبعا ممكن احنا بقى نبتدي نظبط في شكل الشعر نفسه. ممكن تشيل الجزء الزيادة ده خالص اللي هو بس بحيث ما يغيرش برضو الشكل ال الشخص نفسه. ده في حالة لو انت يعني مش قادر خالص انك يعني او مش فاضي انك تعمل كل دوت. بتحاول تشيل على قدر الامكان الحاجات اللي ممكن تبان في الصورة من الشعر، وتعمل قص للصورة نفسها. ما ننساش اللي احنا في كل ضغطة على التحديد، على الجزء اللي احنا محددينه، بنضغط في لوحة المفاتيح على كتر الاكس عشان خاطر نقص المكان اللي احنا بنحدده. زي ما احنا شايفين كده بعد ما قصيناه بنخش على الجوجل سيرش وبنختار صور وبنكتب كلمة باك جراوند. في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها في الريزوليوشن بتاع الصور. هتلاقي كلمة من فوق اسمها الأدوات. دي بتقدر تختار منها نوعية الصور اللي انت عايزها. بنجيجي عند كلمة اسمها الحجم هنلاقي أكبر من، اختار في الغالب 2 ميجا بكسل، ولو عايز ريزوليوشن أعلى بتختار 4 لغاية تحت. انا مثلا اختار 2 ميجا بكسل، ودي هتجيب لي صور الريزوليوشن بتاعها لحد ما كويس عشان خاطر ما يختلفش مع الريزوليوشن بتاع الصورة بتاعتك. ويفضل دايما حتى لو الريزوليوشن بتاع الصورة بتاعتك قليل، يفضل انك تختار برضو ريزوليوشن معقول. بنخش طبعا على المصدر نفسه بتاع الصورة علشان خاطر نحملها بالجودة بتاعتها، وده يفضل في اغلب الاحيان. يعني ما تحاولش انك تحملها من جوجل مباشرة كده كليك يمين حفظ الصورة، لا، خش اعرض الصورة بالشكل دوت وندوس على حفظ الصورة باسم او سيف از، وبنحفظ الصورة. ممكن تسحبها مباشرة من المتصفح بالشكل دوت وتخش على الفوتوشوب مباشرة وتنزل الصورة. وممكن طبعا تعمل لها اوبن من خلال قائمة فايل من فوق، وبتعمل اوبن وبتختار مكان حفظ الصورة ومكان ما انت نزلته. طبعا بعد ما نزلنا الصورة هنبتدي بقى نسحبها عن طريق الأداة اللي على الشمال ديت، أداة التحريك موف، وبنسحب الصورة بكليك مستمر على لو طلعت القائمة ديت بنضغط على اوكي عادي جدا. ده بيبقى اختلاف ألوان بسيط أو نوعية صيغة الألوان، ما فيهاش أي مشكلة. طبعا زي ما احنا شايفين الصورة طبعا باينة الحدود بتاعتها من فوق. هنبتدي نتحكم في حجم الصورة عن طريق الضغط على كتر تي في لوحة المفاتيح او كنترول تي في لوحة المفاتيح. وهنحاول اللي احنا نضغط على Alt Shift عشان خاطر ما نبوظ حجم الصورة او نأثر على الريزوليوشن بتاعها. بنضغط على Alt Shift اثناء ما احنا بنمدد الصورة بالماوس. زي ما احنا شايفين حاولنا اللي احنا نفردها بشكل كويس في حجم الصورة اللي احنا نزلناه. زي ما احنا شايفين هنا هنلاقي بقى بعض الزيادات اللي بانت في الخلفية الجديدة. زي ما احنا شايفين هنا ظاهر اهي زيادات من الخلفية. هنشيلها عن طريق أداة الأستيكة والمسح. بنضغط كليك يمين بنحدد حجم الأستيكة عشان نقدر نشيل. زي ما احنا شايفين هنشيل كده أي زيادة موجودة من الخلفية القديمة. يعني نحاول بقدر الإمكان ان احنا نكون ايدينا مظبوطة في عملية المسح. طبعا في بعض الصور بتبقى اسهل من كده، في يعني بالذات لو ما فيهاش اي تفاصيل كتير بتبقى اسهل كتير عليك. لكن طبعا معظم صورنا اللي احنا بنصورها بيكون فيها تفاصيل كتير، فبتحتاج مننا وقت في ان احنا نطلعها مظبوطة. هنلاقي هنا برضو التفاصيل بتاعة الشعر. هنحاول اللي احنا نفرغ الخلفية القديمة منها، الزيادات اللي بانت مع نقل الصورة على باك جراوند تانية. اي بواقي بنشيلها بالشكل ده كده. نحاول تكون ايدينا حساسة في مسح الصورة بالشكل ده. طبعا زي ما احنا شايفين برضو هنا بواقي الخلفية القديمة باينة. بنحاول بقدر الامكان ان احنا نمسحها، وممكن نشيل جزء الشعر ده كله لو احنا ما عندناش الوقت الكافي او يعني ما عندناش الصبر اللي احنا نعمل كل ده. طبعا بيكون لازم يكون عندك حس فني الى حد ما لو حبيت انك تشيل جزء الشعر ده خالص وتحاول تغير شكل ستايل الشعر، بس بحيث ان هو ما يأثرش على شكل الشخص.
علشان خاطر ما يبانش اي تعديل او اي حاجة على الصورة. بس ده طبعا هياخد منك وقت ومجهود كبير جدا. بنحاول على قدر الامكان اللي احنا نشيل بواقي الخلفية القديمة بالشكل ده. بنصغر طبعا مساحة الاستيكة، كليك يمين هيظهر لنا التحكم في حجم الاستيكة. طبعا بيفضل في الاماكن الصغيرة دي جدا زي الشعر وخصل الشعر ان احنا نصغر حجم الاستيكة. زي ما احنا شايفين كده شكل الصورة من بعيد او الحجم الطبيعي ليها بيبقى بالشكل دوت. بتحاول يعني تعمل تشيك كده سريع قبل ما تعمل اي افكت على الصورة. تعمل تشيك سريع على اي تفاصيل ممكن تكون نسيتها عشان خاطر ما يروحش تعبك على الفاضي. بعد ما بتخلص المسح بتاع بواقي الخلفية القديمة، هنبتدي نعمل عملية يعني او فلترة للصورة الخلفية عشان تدي منظر جمالي اكتر. نخش على قائمة فلتر، بعد كده بلو. بنعمل عملية يعني تظليل او بنعمل يعني اللي هي دايما العزل، حاجة اسمها العزل ما بين الصورة اللي انت حاططها وما بين الخلفية بحيث انها تدي منظر جمالي اكتر من خلال الافكت دوت او الفلتر دوت. بعد ما بنحدد النسبة بالظبط اللي احنا عايزينها بنضغط على اوكي زي ما احنا شفنا دلوقتي. طبعا عايزين دلوقتي نعمل فلتر تاني يحسن من الصورة شوية. ده فلتر بيعمل عملية تنعيم للصورة بالشكل دوت عشان خاطر اي يعني شارب موجود في الصورة بيبتدي يتنعم. وممكن دي أداة التنعيم زي ما احنا شايفين هي شبه الدمعة. دي بتعمل عملية تنعيم للصورة أو الأماكن اللي هي فيها شارب أو فيها حدية ممكن تبان بشكل كبير في الصور زي ما احنا شايفين. أكيد الفرق واضح في الشارب طبعا بيحصل له ايه، أي حدية موجودة في الصورة مكان قطع أو قص بيبقى ناعم بالشكل دوت. طبعا لو انت القطع بتاعك حصل فيه حدية جامدة اثناء ما بتعمل قص للخلفية بتنعم بالأداة ديت بشكل أخير. طبعا في حاجات بتظهر اثناء ما انت بتنعم بتحاول تشيلها بالشكل دوت. بعد عملية التنعيم بفضل ان احنا نعمل دمج للصورة عن طريق الضغط على زر دمج للصورة دي اللي هي انك بتدمج اللاير اللي انت حاطط فيه الشخصية مع اللاير بتاع الخلفية، بتدمجهم مع بعض، وده عن طريق الضغط على زر كنترول اي او لو في كذا لاير يعني بكنترول اي. ده لو انت عايز تدمج لايرين او تختار تحدد اللايرات وتدمجها مع بعض. لكن لو دوسنا على كنترول شيفت اي ده بيدمج كل اللايرات مع بعض بحيث انها تبقى صورة واحدة. بعد دمج اللايرات بالشكل دوت هنبتدي نعمل فلتر تاني وهو فلتر الكاميرا، وده اللي انا بعتبره من افضل الفلترات اللي بتخليك تتحكم في جودة الصورة. وممكن برضو من اسفل هتلاقي علامة الابيض واسود، هتلاقي فيه افكتات موجودة عندك بتدي نوع من انواع الالوان الاضافية اللي بتقدر تحطها على الصورة واللي بتغير او بتحسن كتير من شكل الصورة بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. ممكن طبعا ده شيء اختياري بالنسبة لك، ممكن تحطه او ما تضيفهوش على الصورة، ده شيء اختياري بالنسبة لك. بس الشيء اللي دايما هتستخدمه او في اغلب الاحيان وده اللي بيخليك تتحكم في حاجات كتير جدا في الصورة هو من قائمة فلتر بتختار كاميرا بعد ما بتعمل دمج لكل الليارات عشان خاطر يبقى الافكت موجود على او الفلتر متطبق على كل الليارات اللي موجودة في الصورة. طبعا زي ما احنا شايفين عملنا تظليل بسيط
جدا للصورة. بنحاول نقلل نسبة الظل من فوق زي ما احنا شايفين. طبعا بعد ما بنخلص الافكت دوت هنطلع بقى فوق، بندمج الليارات عن طريق طبعا زي ما انا قلت الضغط على كنترول شيفت اي. بنطلع فوق على فلتر وبنختار كاميرا، نستنى لحظات وبيكون ده شكل الأداة فلتر الكاميرا. عندنا اوبشن كتير جدا، منها حرارة الصورة بيديها بيدي الصورة حيوية اكتر زي ما احنا شايفين، او شيء زي كأن في ضوء شمس. طبعا ده متاح ليك انك تعدل فيه زي ما انت عايز، بس طبعا الحاجات اللي انا بحركها دي تعتبر من اهم الحاجات اللي بتدي منظر جمالي للصورة. ما يفضلش انك تلعب او تحرك تعمل تغيير في البياض او الشادو. الشادو ده في حالة لو في صورة فيها ظل جامد جدا وانت عايز تقلله او تزوده يفضل انك تتحكم فيه. طبعا دي الالوان اللي تحته يفضل انك تسيبها زي ما هي. عندنا مجموعة من الاختيارات فوق. الاختيار التاني ده طبعا اللي هو الليفل بتاع الاضاءة، ويفضل انك تسيبه لان انت اوريدي اتحكمت فيها في اول اوبشن ده. الحدية بتاعة الصورة بنبتدي نتحكم فيها من اول اختيار قدامنا زي ما احنا شايفين. ويفضل انك تزودها بنسبة بسيطة عشان تدي للصورة حيوية اكتر. اما اللي تحت ده بيخلي بيعمل عملية تنعيم وتحسين كتير جدا لجودة الصورة. زي ما احنا شايفين دلوقتي الفرق هيبقى واضح ما بين الصورة القديمة والصورة بعد الفلتر دوت. هنعمل طبعا هنلف كده زي ما احنا شايفين فرق ما بين الصورتين، وهنعمل اوكي. زي ما احنا شايفين في فرق كبير جدا ما بين الصورة في شكلها القديم والصورة الجديدة. زي ما احنا شايفين دي الصورة القديمة قبل ما يتحط على خلفية، ودي الصورة الجديدة بعد ما اتحطت على خلفية. برضو ممكن نعمل قص للصورة من خلال الأداة اللي على شكل مربع. ممكن نقص الجزء بتاع الشعر اللي فوق اللي باين فيه ان في يعني بعض اثار التعديل. زي ما انا قلت انا يعني بشتغل بسرعة، فدي لو انت عندك بقى وقت بقى ممكن تقعد تعملها. طبعا مش في كل الصور بيحصل كده، ده طبعا عشان انا بحاول اختار صورة صعبة شوية عشان خاطر يعني احاول اوري الناس ايه اللي بيتم. وهعرض لكم تذكرة بأهم الأدوات والفلاتر اللي استخدمتها في الشرح دوت. أول أداة اللي استخدمتها هي أداة الماجيك تول اللي هي بنقدر نحدد بيها الجزء اللي احنا عايزين نمسح منه خلفية. تاني أداة معانا هي أداة الموف أو التحريك اللي هي أول أداة في الأعلى من جهة الشمال. تالت أداة وهي الدمعة أو أداة التنعيم اللي نستخدمها في إزالة أي شرط موجود على حدود الصورة الناتج عن عملية القص. وعندنا الفلاتر استخدمنا فلتر البلور. البلور ده اللي هو زي اللي بيعمل عزل في الصورة زي الفوكس كده. والنويز استخدمنا النويز ده عشان خاطر نعمل تنعيم لكامل الصورة بدون استخدام أداة التنعيم. وفي الآخر طبعا بنستخدم فلتر الكاميرا اللي احنا شفناه في الآخر. وبنعمل سيف عن طريق الضغط على فايل سيف از، وبنختار الصيغة واسم الصورة وبنضغط على سيف بعد كده اوكي. وبكده يكون انتهى شرحنا. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة. دمتم في سلام الله.